ما تيجي احكي لكم حكايه المنطاد الصيني التايه. في منطاد دخل المجال الجوي الامريكي وقفشته وحده دفاع جوي. طلعت الصين قالت لك يا جماعه المنطاد ده يخصني، بس والله يا باشا ده منطاد مسالم خالص ومدني وبتاع ارصاد جويه. امريكا قالت لها ابدا، المنطاد ده اكيد تجسس. ردت الصين تاني عليها قالت لها تجسس ايه بس يا باشا، هو احنا وش كذلك؟ وكالات الانباء الامريكيه فضلت تحوم كده وتلف وتلمح من بعيد ان ممكن المنطاد ده يبقى محمل بفيروسات، ما هي مش جديده على الصين يعني. المهم فضلوا ياخدوا ويردوا على بعض، ياخدوا ويردوا على بعض لحد ما المنطاد ده وصل للسواحل. فطلعت طياره مقاتله بامر مباشر من الرئيس بايدن وضربت المنطاد ده ووقعته، وبعتوا فريق من المتخصصين علشان ينتشر الانقاض بتاعه المنطاد دوت ويبتدوا يحللوها ويشوفوا ايه السر ورا المنطاد ده. الصين بقى طلعت بيان وزعلانه قوي قوي قوي، قالت لك ايه الوحشيه دي في التعامل مع حته منطاد غلبان مدني يا دوبك بتاع ارصاد جويه، ونتعشم يعني ان موضوع المنطاد اللي ضل طريقه دوت ما يسوقش العلاقات بيننا وبين امريكا اكتر من كده. والله يا جماعه هو احنا اللي بنتعشم ان انتوا تبطلوا تعملوا مناوشات مع بعض، عشان هو الحقيقه العالم مش مستحمل اكتر من كده. ابوس ايديكم.